باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحدة ست متجوزة في مكان فقير، وهي ست فقيرة، الفقر جاي عليها وحاطط، وعندها بدل الواد ودين، وما لاقيه تاكل لقمة العيش. فقالت لجوزها: تعالى يا اخوي نروح بلد تانية ناكل فيها لقمة عيش. قال لها: يا مرتي يمكن تكون البلد دي احسن من غيرها. قالت له: لا يا اخوي صدقني غيرها احسن، هو احنا لاقيين ناكل؟ فقال لها: اللي تقولي عليه يلا بينا. جوزها خدها وساب البلد ومشي. قالت له: احنا هنروح كده فين؟ قال لها: هو انت مش عارفه رايحين فين؟ قالت له: ادينا نمشي وربنا يتولانا، تعال نروح عند بلاد مؤاب. فقال لها: وماله، نروح بلاد مؤاب ومعانا الودين العيلين شايلينهم. راحت بلاد مؤاب وعندها عيلين، واد اسمه محلون والتاني اسمه كيلون. اخدت الوادين وراحت عاشت كم سنة في بلاد مؤاب؟ 10 سنين. عاشت 10 سنين، فالعيال الصغيرة كبرت وبقيت عرسان، وعشان ست واعية قالت اجوز العيال. جوزتهم لبنتين من بلاد مؤاب، واحدة اسمها رعوس والتانية اسمها عرفة. وعاشت هناك في الغربة لحد ما جم قالوا لها: جوزك مات. يعني بقت ست أرملة. وتخيل لما تروح تعزي في جنازة الراجل مات، فتيجي تقول للست: هاني ما تزعليش يا غالية، خلف ما ماتش، وانت عندك بدل الواد ودين يصرفوا عليك ويخلوا بالهم منك، ما تزعليش. وعزوها ومشوا شوية وعيالها الاتنين ماتوا. قول لي بقى كده، لو انت راجل في الحدث ده وعاوز تروح الجنازة هتقول لها ايه؟ ما في جنازة جوزها قلت لها اللي خلف ما ماتش، طب في جنازة عيالها الولاد الاتنين هتقول لها ايه؟ هو في كلام ينفع يتقال؟ ما خلاص، يبقى العزا مش بالكلام. دي ست مرة النفس تعبانة عشان جوزها أرملة وعيالها يعني بكى ما في بعد منه بكى. فقالت لمراتات عيالها: احنا ملناش لقمة عيش هنا تاني. قالت لهم: تعال نرجع بلادنا تاني، بيت لحم. نرجع بيت لحم يا بنات، ترجعوا معايا؟ قالوا نرجع. رجعوا وهم في الطريق في نص المشوار قالت لهم: انا مش ضامنه انه لما نرجع تتجوزوا ما كل واحده فيكم تروح لامها تقول لامها: انا جوزي مات، وامك يا بنت تجوزك واحد غير جوزك. الكلام سمعت الكلام عرفة وقالت لها: ماشي يا حماتي، وقعدوا يبكوا وسلموا على بعض ومشيت. لكن رعوز قالت لها ايه؟ شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما تباتين أبيت، وحينما تموتي وتدفني أدفن وياكي. ما قدرتش عليها فأخدتها ورجعت. وهي راجعة داخل بيت لحم، الناس العيال قعدوا يهيصوا ويزيطوا: نعمة جت، نعمة جت، نعمة جت. عارفين الهيصة اللي عملوها العيال الصغيرة في دخول السيد المسيح أورشليم لما كانوا عمالين يقولوا: صنخني تتشوس. شوية عيال استقبلوا الملك بالطريقة دي. استقبلوا نعمة ازاي؟ شوية عيال قعدوا يقولوا: نعمة جت. انتهت عليهم وقالت لهم: لا تدعوني نعمة بل ادعوني مرة، علشان خاطر اللي حصل وياها. ده انا بحكي لك قصة مأساة على مدار 10 سنين واكتر. لما يبقى enough is enough، يعني مرار طافح
يعني تبقى عيشة مرة، لما يبقى تعب في تعب، لأيام غربتي تعب في تعب. بس خلي بالك لما جت الست دي تدخل بيت لحم، يقول الكتاب انه الرب افتقد الشعب بسبب دخول نعمة بيت لحم من جديد. ويقول ان العروس اتجوزت وجي من النسل بتاعها السيد المسيح، فبقت نعمة جدة المسيح. قال له ازاي الكلام ده؟ ما خلي بالك حياتنا كده عبارة عن ايه؟ شوية ايام مرار طافح، ويجي ربنا يقول لك انا هعوضك عن السنين التي اكلها الجراد. مش دايما باستمرار تعبانين، ولا في دنيا ولا في خطايا. يعني لما اجي اقعد مع راجل كبارة كده حلو منكم واقول له ايه اخبارك في حياة القداسة والطهارة والعفة، يقول لي يا ابونا ده انا كنت خاربها ايام الشباب، دلوقتي نشكر الله ربنا تاب علينا. يا راجل يعني كانت بايظة زمان وحلوت دلوقتي. طب لما اجي احكي لك على ايام الفجر والجوع تقول لي يا ابونا ما اصدق كنا عايشين على المش، ودلوقتي لا كل يوم خميس بنطبخ. يعني الخير بدأ يدب في البيت اهو، ما بتدومش ولا في الوحش ولا في الحلو، بتتغير الحياة بتاعتنا. بس احنا كلنا شعب محب للمسيح، بنيجي الكنيسة عايزين دايما ننمو في علاقتنا بربنا، فنعيش في سلام. حد هنا عايز يعيش في سلام، يبقى في سلام في حياته؟ حد عايز يعيش في سلام؟ العالم كله محتاج للسلام، حروب واخبار حروب ومجاعات، وعمالين بيضربوا في بعض وناس بتموت، بتبقى ناس في مستشفى ويفرجعوا فيهم القنبله يموتوا، وانتوا اشطر ناس متابعه الاخبار. العالم اللي محتاج لسلام المفروض احنا نبقى نصدر السلام ده، واللي عاوز سلام يجي الكنيسة عشان يجي قدس ابونا كل شوية ويقول السلام لجميعكم. ايه يا ابونا؟ يقول يا اولاد اصل احنا عايزين سلام. سلام من العالم معتمد على الشهادات؟ لا. معتمد على الفلوس والامكانيات؟ لا. امال سلام من مين؟ من اللي قال سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم. فيديني عطية هبة حلوة كده من ربنا اسمها عطية السلام. وانا وانت لما نيجي نصلي نرفع ايدينا ونقول له ايه؟ يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا. يبقى انا نطلب منه السلام. يجي القديس بولس الرسول يقول لي ايه؟ يقول لي سلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ قلوبكم وحياتكم في المسيح يسوع. ايه ده؟ الاقي السلام فين؟ في ربنا يسوع المسيح القادر على كل شيء. احنا ربنا يقدر يدينا سلام، اصلك هو بس اللي ليه سلطان. يعني لما الحاجة تغلى تلاقي سلام ازاي؟ ازاي الاقي سلام يا ابونا؟ انت عارف يا ابونا النهارده كيلو الرز بكم؟ هو حد قال لك انا ناكلش رز؟ ما انا بناكل رز وبنجيب رز للغلبان وعارفين الرز بكام. بس انا مؤمن وماسك قوي في الهي اللي بيشبع كل حي من رضاه، في اللي يطعم الدودة حتى لو فين؟ في الصخرة ولا في الحجر يطعمها. يا اخويا اللي ستر علينا امبارح والنهارده ما يكمل باقي الستر علينا الايام اللي جايه. ما خلي بالك مش اول مره تغلى، ده من يوم ما اتخلقت الدنيا وهي عماله الحاجات بتغلى. لو تراجع كده الناس الكبيره، هو من 40 سنه كان كيلو الرز بكام؟ يقول لي ببلاش. اخد بيضه من الفرخه اديها اللي بتاع السوبر ماركت يديني كيلو رز وهو ياخد البيضه، تبادل سلع بيننا وبين بعضنا. كانت حاجه ببلاش كده، حاجه رخيصه وببلاش خالص، وعماله بتغلى باستمرار. طالما ان انا ماسك في ربنا القادر على كل شيء اللي بيشبع الدوده في الحجر، ساعتها يبقى عندي سلام. لما يحصل اضطراب في العالم
كان عندنا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي مكان ما بنخدم، قامت عفرة. عارفين يعني ايه عفرة يا بتوع نادي حمادي؟ يعني ايه عفرة؟ التراب عامل عفرة. صدق العفرة وجعت اليفط ووجعت الاسوار ووجعت عشش الناس اللي معمولة وممسوكة في الطين والتراب. العفرة اخدت في وشها. طب انا لو ما اعرفش ربنا لازم ان اخاف، لكن لو ليا معرفة قوية بربنا اللي لما لقى الريح اسكت اخرس، فحصل ايه؟ هدوء عظيما. يعني اللي قاعد ورا يفكرني بكلمه هو ده، انا بشرح لك على اللي عمله المسيح له المجد لما جه في السفينة والاضطراب بسبب الريح. قال له ايه؟ اسكت ان الريح والامواج تطيعوا. قال له ده انا معايا ربنا. ايوه. طب لما المرض يدب في الجسم اجيب سلام منين؟ صدق يا ابونا ما جايبني غير الشديد القوي، ده ان كان على ركبي مش شيلاني. انت تفكر الركب شغاله زي زمان؟ ده يعني الست الغلبانه واقفه عماله تقول هي عماله عايزه تقول لي انا عيانه صلي مش انت تعرفه؟ قول له يشفيني، رجليا مش شيلاني، هي تعبانه. والمرض ده لما بياكل في جسم البني ادم بيوجعه. عارف لو لي علاقه بربنا يسوع المسيح حلوه، الاقيه هو شاف العيان يشفي المريض. يجي الست من غير سبب كده ماشيه وراه تيجي تلمسه، قال ايه؟ قال برقت في الحال. واحنا رايحين جايين على الكنيسه بدل المره 100 ونيجي بعيانه ونمشي بعيانه. دي الشغلانه دي. ما انا لو دخل عنده في الكنيسه بنفس مشاعر الست نازفه الدم كان حالي يتغير. قادر على الامراض المستعصيه، ينزلوا قلب الحبال من فوق فيقول له قوم احمل سريرك. وايه شغلانه الشغلانه دي؟ عارفين لما يبقى في واحد مخلع بقاله 38 سنه مريض مرمي عند البركه ويجي المسيح يقابله، ربنا يسوع المسيح يقابل المخلع ويقول له قوم شيل سريرك، ده السرير مصدي يا رب، يا رب ده السرير ده مصدي، اصل ده سرير حديد، ده لو خشب ما يستحملش، هتخليه يشيل؟ هو في راجل فيكم يا صعايده يعرف يشيل سرير حديد؟ يقول لي لازم افكه الاول يا ابونا، اصل السرير ده ملامحه كبيره، بيبقى يعني لو متر في مترين ده انا ملوش ملكه يا ابونا معلش يعني، وده سرير حديد تجيل مركون يعني تجيل، هشيله ازاي ده يا ابونا؟ انا لازم افك البدن الامامي والراس والخلفيه والقوايم والملل والمرتبه وشغلانه عشان اعرف المه على بعضه واربطه واشيله. الراجل ربنا لما شفاه ما قالوش روح اعمل 12 جلسه علاج طبيعي، روح لدكتور العلاج الطبيعي يعمل لك جلسات، ما قالوش كده. امال قال له ايه؟ قال له شيل السرير. يقدر يشيل السرير ازاي ده؟ ما ربنا لما يجي يخلص واحد مننا يخلص الامر للمنتهى. يعني كنت زمان يا ابونا لما بنتعصب بنشتم، ودلوقتي لما بينرفزوك بتشتم، يقول لي يا ابونا الكلمه العيب ما تطلعش من لسان ابدا. ليه؟ اصل ربنا شفاني من مرض الشتيمه، خلصني من مرض العصبيه والنرفزه، فنشكر ربنا ليل ونهار. كنت زمان يا ابونا عيني يا ابويا على عيني يا ابونا، انا كنت نفسي نفجعها. هتفجع عينك ليه؟ اصل كانت عماله تروح تبص على اللي رايح بكم واللي راجع من غير كم. انا كانت عينيا زايغه ما كنتش عارف اعمل معاها ايه، بالرغم ان ابويا رباني، بس يعني اقول ايه، هم اللي مش متربيين، انا عينيا عماله رايحه على اللي رايح واللي جاي. بس الحمد لله ربنا يسوع المسيح اداني نعمه من عنده، خلاني ايه يعني مش فارق معايا، مش فارق معاك، اصله يخلص، بس اللي يطلب منه يلاقي سلام، وهو قادر على كل شيء. احنا ما احبائي لا نبني علاقتنا بربنا من خلال عشرات السنين اللي بنعيشها على الارض، احنا بنعرف ربنا اكتر واكتر كل يوم من خلال علاقتنا الشخصية مع ربنا، زائد من خلال خبرات الاباء اللي قبلنا.
يعني لما اجي اسال واحد واقول له ايه رايك في مستشفى ناجي حمادي العام، يقول لي المستشفى العام اللي في ناجي حمادي، انا اقول لك يا ابويا استنى بص يا جود سابونا اسال لك جدي، عشان انا ابو جدي مات فيها، فهو جدي كان رايح جاي على المستشفى وعارفها اكتر مني، فمن عيشة جدي في المستشفى ده عمل 7 عمليات وعاش في المستشفى كتير. شايف بالك انت واخد بالك من خبرة جدك عن المستشفى كتيرة قوي. طب انت ب40 سنة ولا ب44 انت جاي تقول لي انا اقول لك عن الخبرات بتاعت المستشفى؟ انت تعرف حاجة يا عم؟ ده بقول لك جدك ابوه مات هناك فعارف المستشفى كويس. فانا عايز اتعرف على ربنا اكتر من خلال السنين اللي عشتها. بس يقول لي لا، تعال ارجع كده لكتابات الاباء، تعال ارجع مثلا على ما اعلنه الله لنا في الكتاب المقدس من خلال تعاملاته مع الناس. كان فعلا تعاملات ربنا تدي سلام ولا ما تديش؟ ونشوف لما نيجي نقلب كده في الكتاب ونلاقي راجل اسمه نبوخذ نصر عمل تمثال كبير طوله 60 ذراع. 60 ذراع ده حاجة كده، حاجة عالية لفوق، وعرضه 6 أذرع. وقال للناس يا ناس هاتوا لي الكبارات اللي في البلد يدشنوا ويكبوا زيت على التمثال ويظبطوه. وكل الناس لما نضرب بالبوق وبالمزمار وبالعود كل الناس تسجد قدام التمثال. ده فرمان رئاسي من امبراطور البلاد، كله يسمع الكلام. واول ما ضربوا بالبوق كل الناس سجدت للتمثال ما عدا 3. هم مين؟ ال3 فتية اسمهم ايه؟ سدراك وميثاك وعبد ناغو. دول ال3 الفتية ال3 القديسين مرضوش يسجدوا، فراحوا تقدم الكلدانيين لنبوخذ نصر قائلين. هتقول له ايه لنبوخذ نصر؟ هوذا 3 فتية رافضين يسجدوا للثالوث، يسجدوا للتمثال. فقال لهم طب هاتوا لي ال3 فتية سدراك وميثاك وعبد ناغو. جابوا له 3 فتية، قال لهم هنضرب بالبوق والعود والمزمار وتسجدوا للتمثال، ولو ما سمعتوش الكلام هرميكم فأتوني النار وتبقى توروني اله ايه بقى اللي ينقذكم. عارفين يحصل ايه؟ يرفضوا يسجدوا، فيجي يحمل اتون 7 أضعاف ويجيب ناس عشان يرموا ال3 فتية في اتون النار. حدوته عارفينها. بس تعالى نسأل كده الناس المؤمنين المسيحيين الموجودين في الكنيسة، لو انت موجود في الحدث ده واقف كده بتتفرج على اللي بيحصل من اللي بيعمله الملك والحكم اللي بيحكموا على ال3 فتية بالطريقة دي، لو انا ولا حضرتك موجودين في الحدث ده واحنا مؤمنين انه ربنا هيخلص ال3 فتية، عارفين رأينا يقول ايه؟ واحد من الناس يقول لي اكيد ربنا هينزل مطره من السماء علشان تطفي اتون النار. ايه رايكم في الفكره؟ حلوه؟ حلوه صح؟ واحد تاني يقول لي لا يا ابونا مطره ايه؟ ده مطره دي عايزه ايليا النبي بقى يصلي هو بتاع المطره. احنا ممكن يكون الناس يطلبوا ويرفعوا ايديهم من ربنا فربنا يشق الارض فتبلع نبوخذ نصر. فكرة كويسة برضو. ليه هو انت تفكر ده قرح وده سنوى برم؟ لا يا عم مش هو ده برضو. الفكرة دي ما تنفعش. يعني الاجتهادات بتاعتنا والتوقعات تفضل تزيد. اتاري ربنا يعمل اللي فوق العجل، انه يصير رابع شبه ابن الالهة، يسير معاهم يخلي ريحة النار قال ايه ما تدبش في الهدوم بتاعتهم ويفضلوا سلام، ما يحصل لهمش حرقه، ما يتحرقوش وما يموتوش. ايه يا رب ده؟ يقول اصلك انت ما تتوقعش اعمال الله، احكام الله فوق قدرات البشر. من ذا الذي يقول والرب لم يأمر؟ مقاصد الله لا يعلمها غير الله، احكامه فوق ادراكنا، فما نتوقعش هو ازاي يخلصنا من الضيقه اللي جايه علينا.
عارفين لما اعلن الكتاب من خلال كلام ربنا يسوع لما قال في العالم سيكون لكم لكن ثقوا انا قد غلبت، يعني المشروطة محطوطة. ربنا قال لنا لما وجدنا في العالم، قال عايز اقول لكم على حاجة يا شباب، ايه؟ في العالم سيكون لكم ضيق. ليه بس يا رب ضيق؟ ليه بس يا رب؟ احنا مش عاوزين ضيق. يقول لا ما تخافوش، انا قد غلبت العالم. طب ما تقول لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن انا انجيكم من الضيق. يقول لا الضيق جاي. طب ما تقول لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن هميزكم عن باقي البشر فهخفف الضيق عنكم. يقول لا برضه هو الضيق موجود، ولكن المسيح يقدر ينتصر على الضيق. عارفين ازاي؟ لأنه هو القادر على كل شيء. فالشاطر اللي هو يمسك في المسيح، اتحد بالمسيح. لما امسك في المسيح، وفي طريقة بسيطة خالص نعملها عشان تبقى مسيحي. يعني انا اقول لكم على طريقة تعملوها تبقوا مسيحيين يا شعب بهجورة، يا شعب الكنيسة عايزين تبقوا مسيحيين. طريقة بسيطة اقول لك عليها تبقى مسيحي. في طريقة بقى صعبة شوية اقول لك عليها تبقى قديس. ايه رأيك؟ بس هقول لك على الطريقة اللي تخليك تبقى مسيحي. ايه هي الطريقة دي؟ انه لما تطلع من بيتكم يا ريس وتكون جاي الكنيسة، بعد اذنك لما تبقى في الكنيسة ما تتكلمش. ينفع يا حبيبي لما تبقى في الكنيسة ما تتكلمش؟ عارف يعني ايه تبقى في الكنيسة ما تتكلمش؟ يعني لما تلاقي واحد جنبك بيتكلم ما تقولوش اسكت، عشان لو قلت له اسكت تبقى انت بتتكلم. ايه رأيك؟ بعد اذنك في الكنيسة ما تتكلمش، لانه لو حضرتك ما عرفتش تحترم ابوك اللي في البيت هتحترم ابونا اللي في الكنيسة ازاي يا ابني؟ لو ما عرفتش تسكت قدام ربنا في الكنيسة بيت ربنا، ما عرفتش تسكت في بيت ربنا، لما تدخل السماء وتيجي الملائكة تسبح برضك مش هتسكت، هتفضل تتكلم مع اللي جنبك. لكن يقول الكتاب فلنسبح مع الملائكة قائلين. مش نسكت الملائكة عشان نبقى احنا قائلين واحنا نتكلم مع اللي جنب مننا. ده وجود في محضر ربنا. يا اللي عاوز تبقى مسيحي تعالى الكنيسة واسكت في الكنيسة. ربوا عيالكم تسكت في الكنيسة. لما يجي ابنك الصغير البيبي الصغير هات نجيب قربان، عايز فلوس اجيب قربان، عمال يعمل لك كده في كتفك وانت واقف، دم تعمل له كده بايدك. مش تقول له روح لامك خد منها، ما انا جاي لامك. يا اخي انت وامك هتاخدوا مني، روح لامك يا اخي ونعملها عركه. ايه يا عم؟ اعمل له كده. ايه رايك تتجلب سم وبكم وتدخل الكنيسه؟ مش احسن ما تتكلم وتتمنع منها؟ ايه رايك؟ اسكت يا كبير، الصغير يسكت عشان تبقى مسيحي. بس على فكره انا بكلمك في شريحه المسيحيين. يا اللي عاوز تبقى مسيحي اسكت في الكنيسه. يا اللي عاوز تبقى مسيحي صوم. لما يبقى في صيام صوم. ما الصوم معلن لمين؟ للمسيحيين. لما يبقى في طوابير للتناول امشي بكل مهابه وخشوع. رايح فين؟ راح اتناول يا ابونا. بص يا ابونا مش هرد عليك اصلك، رايح اتناول ساكت. راح اتناول. راح تتناول ليه؟ عايز اتحد بربنا يسوع المسيح، عايز اكل من جسده واشرب من دمه عشان ابقى مسيحي. عشان ابقى مسيحي عايز اتناول واكل من جسد ربنا واشرب من دمه. هيلا مسيحي. هو في حد مش مسيحي بيتناول؟ يبقى التناول لمين؟ للمسيحيين عشان تبقى مسيحي بس. طيب عايز ايه؟ عايز يعني ليا رجاء في المسيح يبقى لك مخدع صلاه يا اخي. يا اخي يعني ده كلام؟ يعني تيجي الكنيسه وتبقى ساكت وتحضر القداس وتتناول وتاكل من جسده وتشرب من دمه وما يبقالكش قاعده خاصه مع ربنا، فقاعده كده تقرا في الكتاب بتاعه عشان تسمع لكلامه ولصوته، وواقفه قدامه ترفع ايديك وتتكلم وياه. جربت في مره تقف قدام ربنا وتقول له وحشتني؟
بحبك وبحب كتابك وبحب كلامك وبحب الوقفة قدامك. احنا قلبنا الكنيسة سوبر ماركت. رايح ليه؟ رايح ام عيانة عايز ربنا يشفيها. عارف لو ابونا واقف بيلم بالشورية عمال يلف فيلم الطلبات ورق من الناس، والجيب طول ما انا ماشي الجيب مليان في ورق طلبات. عارف الورق ده كله ايه؟ ما خلفتش يا ابونا عايزة تخلف، ما اتجوزتش عايزة تتجوز، ما سافرتش عايزة تسافر، ما قبضتش يا ابونا وعليا ديون. طلبات زي بالظبط السوبر ماركت. ايه ب3 جنيه جبنه وب6 جنيه لانشون لو سمحت، ولو في 3 بيضات ممكن لو سمحت اديني الطلبيه دي بسرعه، بس مستعجل عندي ضيوف في البيت انا عاوز بسرعه الطلبات دي. قلبناها سوبر ماركت. عمرك رحت للدكتور قلت له يا دكتور بحبك وعشان خاطرك باخد العلاج، انا باخده حبا فيك يا دكتور. اخويا لا، العلاج اهو، دواء لكل من له داء. تعال خده عشان ربنا يشفينا، عشان ناخد العلاج والشفاء من ربنا. فتعال ارفع ايدك وقول له يا رب حببني فيك. لما احب ربنا هتملي بالسلام، مش هبقى عايش في تذمر طول الوقت. انا وانت عايزين نقيس حياتنا، هو احنا نعرف ربنا ولا ما نعرفوش؟ انت تعرفه؟ لا بجد تعرف ربنا؟ يعني لو كان في سلسلة من التذمر والشكوى يبقى انا كده اعرف ربنا؟ اللي قال لي القى على الرب همك فهو ملقين كل همكم علينا انه هو يعتني بكم. اللي هو طول النهار عينه علينا من اول اليوم لحد اخره. اللي يقول لي ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ان نسيت الام الرضيع انا لا انساكم، ده انا وضعكم جوه حدقة عيني ونجشكم على كفي، وشعرة من رؤوسكم لا تسقط الا باذني. يبقى ربنا عنده الصفات الحلوة دي، القادر على كل شيء، وعمال يطمن فيا برسائل طمأنينة، وانا بقى نازل بسلسلة من التذمر والشكوى يبقى معرفوش. عشان كده معرفش اعيش في سلام. اللي عايش في سلام انسان فرحان مليان بالفرح، ومفيش فرحة تفرحنا غير ان احنا نشوف ربنا. اراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر احد ان ينزع فرحكم منكم. فرحانة ليه يا ست الكل؟ تقول عشان شفت ربنا. لكن احنا لو كما لقوم عادة رايحين وجايين وهي نهضة وبدأت وكلها ده يوم 16/11 نفرح بالزفة وخلصنا، ده كلام. يا ريت نقول له انعم علينا يا رب بنعمة الإدراك للوجود في محضر الله، عشان نيجي الكنيسة نتملي بالرهبة وبالمخافة وبالخشوع للوقفة قدام الله. ده لو قالوا لك عايزينك في المركز هتقف قدام ضابط هتبقى واقف انتباه. بيقولوا لي هتروح تقابل السفير في السفارة علشان التأشيرة والبتاع، بس تلبس الصليب يكون فضة والقميص الأبيض واللياقة والعمة قلت ايه؟ حدوته عشان اقابل السفير وانا بقابل ملك الملوك بعبلي بترابي. ده المفروض لما اجي اقابله اكون قاعد جلست لحالي وحسبت نفسي ورحت الاب اعترافي وطيت راسي وصلى لي الحل واعترفت بخطاياي، وربنا يغسلني فابيضه اكثر من الثلج عشان يجي ينفع اقف قدامه. ومع ذلك قابلنا بترابنا بعبلنا وقابلنا ربنا باستمرار، حتى مع تقصيرنا وخطايانا برضو ربنا قابلنا. ده ما يخليناش نشكره؟ نقول له كتر خيرك. تشكر كل الشكر يا قدوس، وانا بخطاياي قابلها بالرغم من الخطيه ضد القداسه، يعني حاجه ضد طبيعه الله، ومع ذلك قابلنا. لي رجاء في المسيح تكون الكلمات لا تصل للاذان فقط ولكنها تصل للافعال والاعمال، لان احنا شبعنا وعظ واتملت اذاننا بالعظات، ولكن عظوا انفسكم هكذا قال لنا الكتاب، فناخذ العظه لانفسنا. يبقى الكلام على مين؟ علي انا. حتى لو كانت قال بصوت عالي فيبقى بالاولى علينا وماله، بس اخذ الكلام لحالي يتغير حالي وحالك، نقف قدام ربنا عياله. انتم صورة الله،
فبلاش نشوه الصورة اكتر ما تشوهت. رب عيالكم في الكنيسة تعيش في مخافة الله. خلي بالكم لازم نكون عصرة للناس، لانه مناطقنا مليانة بالمسيحيين. عيب قوي لما تقوم عركة ولا بغضة ولا خصام ويفضل مستمر، عيب. مش كده، ده ضد تعاليم الكتاب. ده يقول لك ما يعديش لا تغرب الشمس على غيظكم، واحنا اشطر ناس حافظة، بس المهم ننفذ. المهم انه الكلام يترجم لايه؟ لافعال، لان كل شجرة لا تعطي ثمرة تقطع وتلقى في النار. ربنا يبارك حياتكم، يحميكم ربنا ويحافظ عليكم ويديكم المهابة والخشوع والقداسة والتوبة والنقاوة، ويبارك في ابائنا الكهنة. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وللأبد، آمين.